ال AI زي ما احنا شايفين وصل لمستوى عالي جدا، خصوصا في الفترة اللي فاتت، وخد خطوات كبيرة جدا، وده فتح أبواب جديدة واستخدامات جديدة للمصممين. ال AI كل شوية هيتحسن وكل شوية هيبقى أقوى من قبل كده. علشان كده عملنا السلسلة بتاعتنا ديت علشان نتكلم عن ال AI ونساعد المصممين إن هم يفضلوا updated بالنسبة للعالم الجديد دوت. فالنهاردة هنبدأ ناخد أول خطوة لينا في ان احنا نجيب فلوس باستخدام ال AI. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة Midjourney for Creatives. I'm your host عز حجاج. الموقع اللي هنستخدمه النهارده هو فايفر. هوريكم ازاي تاخدوا الخطوات الاولانيه فيه، ازاي تعملوا الاكونت بتاعكم وتبداوا اول جيج ليكم، وبعض النصايح علشان يجيلكم طلبيات بسرعه تقدروا تحققوا الربح بتاعكم في اسرع وقت ممكن. اول حاجه هتعوز انك تعمل جوين. لو انت عندكش اكونت تقدر تكمل continue with جوجل، وهنا تقدر تحط الاكونت بتاعك. بعد ما تعمل ساين ان تقدر تحط اليوزر نيم بتاعك، نتقبل الاسم ده عز حجاج 121. اوكي جوين، وكده ببساطه عملت الاكونت بتاعك. بس ده اكونت باير مش اكونت سيلر. عشان تحول الاكونت بتاعك لسيلر هتطلع فوق على علامه البروفايل بتاعتك وتدوس become a seller continue. طبعا كل دي نصايح انا عن نفسي قراتها، تمام، مش لازم انتوا تقروها. لسببين. يعني اغلب النصايح ديت كومن سنس، اللي هو اي حد هيعرفها، اي حاجه منطقيه جدا انت تعملها. والجزء الثاني انا هذكره اوريدي في الفيديو وانا بتكلم معاك. الفول نيم بتاعك هتدخله، هو هعمل لك ديسبلاي نيم تلقائي. بروفايل بيكتشر يفضل جدا 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 انت تحط بروفايل بيكتشر ليك، بتعلي ثقة المشترين جدا فيك، وبيحسسهم ان هم بيتعاملوا مع بني ادم مش مع شخص ممكن ينصب عليهم او روبوت، او بيحسوا انه في روح في الاكونت بتاعك. طبعا هنا تقدر تتكلم عن نفسك. minimum requirement of characters 150. فانا هجيب كوبي لاي كلام موجود هنا هحطه، تمام. ده حاجه مش اساسيه بالنسبه لي، ان انا كده كده همسح الاكونت دوت، انا عندي الاكونت بتاعي. بس انتوا لو انتوا تكتبوا الكلام دوت كله بدقه. اللغه تقدر تختار Arabic، تختار language level native، تعمل add واد نيو language. مثلا لو انت بتعرف لغه تانية، انا مثلا الانجليش عندي كويس شويه، اختار انجليش language level fluent add. ماشي، حد بيتعلم فرنساوي اسباني هكذا، تقدر تضيف براحتك وتختار المستوى بتاعك. continue your occupation graphic design. okay year from about from تختار السنة بتاعتك اللي انت بدأت فيها في المجال بتاعك دوت. okay choose 2 to 5 of your best skills in graphic design. طبعا ده فوق AI artist، خلاص بقى ده جرافيك ديزاينر هو كمان. فخلينا نقول AI بما ان احنا داخلين النهارده نتكلم على AI. brochure design، business canvas stationery. طبعا يعني افضل ان اختار حاجات اكتر من كده، بس هو دوت الماكسيمم بتاعك 5. تقدر تعمل اد نيو، تضيف اوكيبيشن تانية لو انت عندك حاجة تانية هتشتغل فيها، وهكذا. هتزود السكيلز بتاعتك، تاخد وقتك هتزود السكيلز بتاعتك هنا كلها براحتك خالص. هنا تقدر تتايب يور سكيل. فمثلا ممكن اكتب انا تاتش تايبنج، اوكي، واقول اكسبيرينس ليفل اكسبرت. دي حاجة معينة لو انت مش لاقي سكيل موجودة فوق. country of college university Egypt college university. title ممكن تختار بكالوريوس. major تكتب الميجر بتاعك. تقدر تكتب حاجة شبه كده. year السنة اللي أنا متخرج فيها أو اللي هتخرج فيها بقى 2026. certificate or award لو عندك أي حاجة تضيفها. provide a link to your own professional website، تقدر، ده اختياري طبعا. المهم تاخد وقتك في إن أنت تملي الكلام دوت كله، ما تستعجلش أي حاجة. continue. السوشيال ميديا بريزنس بتاعك هنا تقدر توصل جوجل، اللي هو توصل تلقائي مجرد إنك عملت ساين إن، فيسبوك، تويتر، دريبل، هكذا. فكونتينيو، انا مش هوصل اي حاجه. طبعا تقدر تضيف رقم تليفونك، انا مش محتاج اضيفه دلوقتي.
طبعا بيقول لك you're almost done. طبعا مش عاجبه الكميه اللي احنا عملناها ديت، عايزك تكمل معلومات اكتر من كده شويه. بس هي عموما بعد الخطوه ديت بتبدا ان انت تبقى في الاكونت بتاعك كسيلر وتبدا تعمل الجيجز. فانا مش هكمل بعد كده وهخش على الاكونت بتاعي، بس انتوا الموضوع مش هيحصل معاكم نفس المشكله ديت، لان هتدخلوا ارقامكم عادي وهتوصلوا السوشيال ميديا بتاعتكم عادي وكل حاجه تمام. انا هخش على الاكونت بتاعي انا بقى الاساسي، تمام، ده الاكونت بتاعي. اول حاجه تعملها لما تخش على الاكونت بتاعك، تشوف ماي بزنس جيجز، وتقدر تيجي هنا وتعمل create a new gig. اول حاجه الجيج تايتل. في المرحله دي انا بنصح ان انت تفتح فايفر في صفحه جديده وتخش في المجال اللي انت عايز تتكلم فيه. فمثلا هنا خلينا نسويتش تو ا باير، سويتش تو باينج، وتشوف ايه المجال اللي انت عايز تعمل فيه الشغلانه بتاعتك ديت او الجيج بتاعتك ديت. فانا مثلا هنقول اي اي ارت، فنقول فوق اي اي ارت، وتشوف ايه الجيجز اللي ناجحه معاك وايه اللي عملوه وتحاول تقلدهم. تمام. فهنا مثلا عندك هنا I will create a fast awesome character and art using Midjourney AI. ديت 115 طلبية كلهم 5 star reviews. هنفتح ديت، هفتح برضو دي 242 طلبية وريفيو بتاعها 4.9. نفتح دي كمان وبقى معانا الثلاثة دول. مثلا هنا هتبدأ بقى تحاول انت تشوف المشابه ما بينهم كلهم، المشترك تستخدمه وتحاول تطلع بحاجة جديدة مميزة ليك انت كمان. ف I will create a fast awesome character and art using Midjourney AI. دوت I will create stunning concept art and character with Midjourney AI. وهنا I will create concept art with Midjourney AI. هتلاقي ان هو حاجة متكررة فيهم كلهم، هي يعني art character Midjourney AI using. وبعد كده تلاقيهم واصفين الشغل بتاعهم. هنا دوت قال لك awesome، دوت قال لك stunning، ده قال لك ما قالش حاجه، قال كونسبت وخلاص. فهتبدا تعمل فورمولا زي كده. هاجي مثلا عندي ممكن تديلها وقت اكتر في التفكير، بس انا هكتب ايه I will create you using Midjourney AI. طبعا احنا كتبناه نقدر نقارنه بالعنوان اللي انا كنت عامله في الجيج بتاعتي قبل كده. الجيج ديت كانت برضو في الاي اي زي ما شايفين. I will create some cool and creative art using Midjourney AI. كنت عاملها من فترة تقريبا شهرين او حاجة زي كده او اكتر، ممكن 3 شهور، بس ما اشتغلتش فيها كتير واضطريت اوقف. جالي 3 زباين او 3 جيجز واضطريت اوقف بعد كده بسبب ان انا بقيت مشغول ومش فاضي ان انا اشتغل عليها. فعملت بوز للجيجز بتاعتي كلها ومن ساعتها لسه ما اشتغلتش يعني تاني. سيلكت كاتيجوري، هتختار الكاتيجوري بتاعتك. فمثلا هنقول جرافيك ديزاين، select a subcategory وهتقول AI artist. في هنا حاجة اسمها gig metadata. select an AI main engine you use. Midjourney، ماشي. stable diffusion او ده الايه هم اكتر 3 منتشرين يعني. stable diffusion بيطلع نتائج حلوة جدا بس يعني استخدامه معقد شوية. Midjourney positive keywords، تقدر تحط الكيوردز بتاعتك. تمام. هنا بقى هنفتح ايه الجيج بتاعتي. بوزيتيف كيوردز اللي انا كنت استخدمتها كانت AI NFT Midjourney Stable Diffusion وارت. لان وقت ما عملت الجيج كانت اكتر حاجات مصطلحات بيستخدموها في السيرش عن الاي اي، او كان اكتر حاجات او كان اكتر مجالات طالعه فيه كان كده. كان NFT مثلا، كان في كلام كتير عن استخدام الاي اي في الان اف تي فضفتها. ميدجورني وستيبل ديفيوجن كانوا مشهورين جدا. دلوقتي ستيبل ديفيوجن ما بقاش في حد يسمع عنه قوي زي قبل كده، بس ستيل لسه ستيبل ديفيوجن بينافس وقوي جدا وبيعمل حاجات ميدجورني ما يحلمش ان هو يعملها. حتى بتفكر من الاخر الباير لما يجي يعمل سيرش عن جيج اللي انت بتوصفها ديت هيعمل سيرش باستخدام اني كيوردز. دي طبعا بلس يعني مش هتبقى متاحه لينا. فهنعمل سيفن كونتينيو بوزيتيف كيوردز نسينا نحطها. اوكي. الجيج قلنا art AI NFT stable diffusion measure. art AI NFT Midjourney ونعمل 7 continue. تحط الخمسة كلهم وتفكر فيهم كويس جدا قبل ما تحطهم. هنا بيجي دور تسعيرة الباكجز بتاعتك. في فايفر كل الجيجز ليها تسعيرات مختلفة، بيسك وستاندرد وبريميوم. بيسك ستاندرد بريميوم، وحتى انا عندي كمان هتلاقي فيه البيسك والستاندرد والبريميوم. اول حاجه هتعملها تحط الاسم بتاعك، عايز تسمي الباكج ايه بالظبط. انا سميتهم على اسمهم عادي جدا من غير اي حاجه. تاني حاجه هتوصف الباكج بتاعتك ديسكريبشن. هتحط هنا وصف سريع جدا، مش لازم يبقى جوه كل التفاصيل لان التفاصيل التانية موجوده تحت كلها.
فده مثلا بيقول لك I'll create 8 variations of your idea and you can select 2 of them to upscale. هتخش على بعده delivery date، عندك 1 2 days 3 days وهكذا لغايه 90 days. prompt delivery، اذا كنت هتسلم البرومت اللي انت استخدمته عشان تطلع الصور ديت مع الصوره ولا لا. طبعا هنا بقى بتبدا تخش في الحاجات الاكسترا، ايه اللي هيميز باكج عن باكج تانية. فالبرومت ديليفري مثلا مش موجود في البيسك والستاندرد. طب هتسالني اعرف منين ان انا المفروض اختار حاجه زي كده، او ان انا ما بشتغلش برخيص وبدي للعميل بتاعي كل حاجه على الفاضي؟ يعني اعرف منين الستاندرد بتاع السوق ايه؟ علشان كده احنا فاتحين التلاته دول. هتخش على كل واحد فيهم، هتقارن. عندك البيسك ده عرض ايه في البيسك، مديلك برومبت رايتنج، برومبت ديليفري، جنريتد ايمج اكزامبلز، انستراكشنز، ارت وورك، كل ده موجود معاك. بس 4 days delivery، 1 full concept واحد ماشي اوكي، زائد edit، زائد 2K high resolution unlimited revisions. فهتخش على اللي جنبه 2 basic concepts، التاني كان واحد، مدي برضو كل حاجة ما عدا الايمج upscaling. ده بالنسبة للبيسك. 1 basic artwork without editing. work professional BS Photoshop work يعني more than 2 characters. اوكي. prompt writing generated image examples artwork delivery. فانت كده خدت فكره عن البيسك باكج بيبقى جواها ايه. فاجي انا اقول انا عايز prompt delivery check. اوكي. include image examples تقدر تعمل check. طبعا include image examples قصده للبرومت اللي انت هتوفره. طبعا دي انت ممكن شايفها مش منطقيه، لان انت اوريدي الصوره اللي انت باعتها هي الاكزامبل، او الشغل النهائي بتاعك هو الاكزامبل البرومت. دي حاجه فايفر مش فاهمها قوي، لان هو في ناس بتبيع البرومت ذات نفسه مش الصوره. فوقتها هيبقى في الاوبشن دوت عندك، ان انت طالما هتبيع البرومت هتدي لي اكزامبل معاه ولا لا. ده مش هنفعله طبعا، او تقدر تفعله انت كده كده هتديهوله براحتك. instructions included ازاي تستخدم البرومت. طبعا الكلام ده كله بتراجعه، بتفهم كل باكج تبقى عباره عن ايه. artwork delivery، image upscaling، revisions. طبعا هنا بتلاقي على طول كل ما تقف على خانه فايفر بيديلك شويه نصايح فيها زي اللي بتيجي على الجنب ديت اهي. بالنسبه للبرايس والريفيجنز، انا بصيت في جيجز كتيره جدا، وهقول السعر المناسب لواحد لسه بادئ هو في حدود فعلا الرقم ده. ده غير اصلا انك ما ينفعش تقل عن 15. يعني انا فاكر لما جيت اعملها كنت عايز ابدا ب10 وقال لي لا اقل حاجه 15 عندك، واعلى حاجه 10000. فانا خليتها 10 15 25 40، وهي كانت اسعار مناسبه وكان بيجي لي بالفعل شغل بيها. جالي جيج واحده $15، 3 جيجز $45. تمام، بس واحده فيهم رفضتها عشان ما كنتش فاضي. طبعا ديت حاجات كلها اكسترا سيرفيسز. تقدر تعمل حاجه من دول، ايه اللي تقدر تزوده وهيبقى عليه قد ايه زياده فلوس زياده. فهنا مثلا بتقول بالنسبه للي طالب البيسك، لو طلب اكسترا فاست ديليفري هتسلم في كام يوم بدل المده الاساسيه. فهو في العادي ان انت هتسلم في يوم. فهنا مش هتحتاج تعمل اكسترا فاست ديليفري، كده كده اقل حاجه يوم، فما فيهاش. ستاندرد، الستاندرد انا هنا عامل ان هو ياخد مني 2 days، هو البريميوم 2 days. فهنا ديت ممكن اخليها 1 day واعمل الستاندرد اكسترا $10، البريميوم اكسترا $15 كده. الاسعار ديت طبعا منطقيه، انا كل الكلام دوت اوريدي عملت له تشيك اب لما كنت بعمل الجيج بتاعتي من كام شهر. فالاسعار ديت لسه برضو معظمها ريليفنت، والارقام دي كلها معظمها ريليفنت. لو حد عايز ياخد الارقام ديت على طول تمام عادي جدا وهتشتغل معاك زي الفل. عايز تتاكد من الارقام بنفسك ممكن تاخد راحتك وتخش تدور براحتك وتتاكد من الارقام كلها. ايمج اب سكيلينج هتوفره وهياخد عليه كام؟ طبعا انا ما عملتش ان انا بوفره علشان كده كده بعمل اب سكيلينج للصور بتاعتي كلها حتى في البيسك ديت، بس ممكن افعلها. upscaling to images I will upscale to more images than the offered in the package you chose for extra $5. نقدر نخش على المرحله اللي بعدها description and frequently asked questions. ده الديسكريبشن بتاعي. creating AI artwork every style possible using Midjourney is my passion. طبعا الديسكريبشن عندك فين اهو، about this gig please read. الديسكريبشن بتاعك اهو. واكويك تيب، فاكرين boy.com بتاعنا شات جي بي تي، وتكتب على طول السؤال اللي انت عايزه. انا عملت سلاش على اساس ان ميدجورني، تكتب على طول السؤال اللي انت عايزه. فمثلا استخدم شات جي بي تي، هتقول له ان انت دلوقتي جرافيك ديزاينر اي اي ارتست بتقدم على جيج، بتعمل جيج في فايفر، وعايز تكتب جيج ديسكريبشن.
اكتب لي جيج ديسكريبشن، اروح جاي اكتبها لك، هتاخدها تعدل فيها كلمه هنا كلمه هنا وتروح جاي حاططها بس كده. فتخش على الجزئيه اللي بعدها requirements. بتعمل الريكويرمنتس بتاعتك على اساس ايه اللي في دماغك اللي انت هتعوزه من الباير بعد ما يطلب الجيج بتاعتك. فهنا انا طلبت من الباير is this order personal use business use or a side project. دي questions مش انا اللي حاططها اساسا، دي بتاعت فايفر، كل البايرز في اي حاجه بيتسالوها. هنا دي الكويشنز بتاعتي. I need a description of your idea and of the idea in your mind. You can explain the idea any way you want. After all, I'm still a human. أنا مش AI يعني، استريح عادي. You can tell me of any creative approach or style you'd want to apply to the artwork. But if you have nothing in mind, you can leave it up to me. بس كده. وتروح جاي داخل على الجزئية اللي بعدها، وأهم جزئية عندك يا باشا الجاليري. الجاليري هو اللي هيحسن الكونفرجن ريت بتاعتك. اول حاجه في الجاليري انت تقدر تحط 3 صور ليك، تمام؟ هتحط البرايمري فوتو، ديت الفوتو اللي هتبقى ظاهره في الجيج بتاعتك من بره لما اي حد يعدي قدامها، وعندك الصورتين التانيين اللي جنبها دول تقدر تختارهم ترفعهم. فنيجي مثلا في تقدر تعمل لهم ابلود من على الجهاز بتاعك، وليهم شويه مواصفات هنا بيقول لك ريكومندد انها تبقى 1200 بكسل في 799 بكسل، وحاطط لك مينيمم وحاطط لك ماكسيمم سايز 5 ميجا بايتس. هنا الفيديو بتاعك طبعا ممكن تعمل فيديو انت بتتكلم فيه، ممكن تعمل فيديو عباره عن سلايد شو بتعرض فيه الشغل ورا بعضه وخلاص اللي يريحك، لان هو بيعدي عدد الناس اللي الجيج بتاعتك بتوصل لها. كل ما بتملي خانه من الخانات اللي مطلوبه هنا ديت في الديسكريبشن ديت، كل ما فايفر بيثق فيك اكتر وبيطلع الجيج بتاعتك لعدد اكبر من الناس، وده طبعا بيزود احتماليه ان انت يجيلك مشتريين اكتر. مثلا هنا لو دخلنا على الجيج بتاعتي وعملنا بريفيو، ده الفيديو بتاعي. عبارة عن عرض بسيط للشغل بتاعي كله بس. طبعا انت متقدرش تزود اكتر من 3 صور وفيديو، بس هتلاقي ان في ناس كتيرة عندها اكتر من 3 صور. دوت الصور اللي بتبقى الشغل اللي انت عملته. فهنا مثلا هتلاقي بيقول لك في كومنت تحت بتاع الباير outstanding performance and a really kind person. ده الريفيو بتاع الباير والشغل بتاعه اللي هو استلمه في الاخر. مثلا هنا it has a lot of specification and details of exactly how I wanted an image or wallpaper. مكملة طبعا بعد كده. فدول 2. طبعا مش كل الشغل اللي انت بتعمله بيتحط له صورة، انت بتختار الصورة اللي انت عايز تحطها لو انت مسلم اكتر من كذا فايل. وبعد كده الباير بيوصل له طلب ان انت عايز تعرض الشغل بتاعه في الجاليري بتاعك. لو هو وافق الصورة بتنزل، ما وافقش ما بتنزلش. عشان كان عندي 2 بس، مع ان انا كنت تميت 3 شغلانات او 3 جيجز على فايفر في الجيج ديت يعني. تميت على 3 بس في 2 بس لان العميل الاخراني ما وافقش ان الصورة تتعرض. هنا طبعا تقدر تحط دوكيومنتس PDF حاطط فيها مثلا البورتفوليو بتاعك ايا يكن. اول ما تخلص الحاجه ديت بتعمل سيف، والجيج بتاعتك بتبقى نزلت خلاص يا معلم. الموضوع بسيط جدا، الموضوع ما فيهوش فعلا اي لعب. انا الجيج ديت لما كنت عملتها حرفيا قعدت فيها حوالي تلت ساعه، اقل من الوقت اللي انا قعدت فيه وانا بسجل الفيديو دوت اساسا. مطلوب منك حاجتين، ان انت تركز مع كل حاجه تكتبها فعلا من غير اي كد، تكتبها بصدق وتكتبها باهتمام، يعني ما تمليش معلومات وخلاص. هتبقى الجيج بتاعتك نزلت. طبعا ممكن تشيرها لو عايز يجيلك شويه ترافيك اكتر، ده طبعا بيساعد. كل ما يجيلك ترافيك اكتر كل ما ده بيبقى احسن. تقدر تخش بقى على الاكونت بتاعك ماي بزنس جيجز. تقدر طبعا تخش على الجيجز وتلاقي الجيج بتاعتك هنا كده. اوكي. امبريشنز، في كام واحد شاف الجيج. كليكس، كام واحد ضغط عليها لما شافها قدامه. اوردرز، في كام اوردر جالك. والكانسليشن ريت قد ايه بالظبط، يعني في كام واحد كانسل او انت كنسلت الاوردر بتاعه بعد ما اتطلب منك. طبعا ممكن نخش في اناليتكس ونشوف اوفر فيو. تعمل اوفر فيو ييرلي وهيجي لك ايه؟ سيلز، كانسلد، كومبليتد، ونيو اوردرز. تخش على الجيجز بتاعتك تشوف الجيج ديت، لما بتدوس عليها بيطلع لك هنا الامبريشنز بتاعتك كل يوم. نقدر نعمل هنا ده last 30 days، اخر 30 يوم فقط. ممكن نخليها last 3 months. اوكي، نفتح كمان مره وهتلاقوا بص يعني هي ضربت في الصفر من ساعه ما انا كنت عملت بوز. كانت واصله فوق لغايه 2500 هكذا 2400. ده البرتقالي دوت معناه يوم انت عدلت فيه حاجه في الجيج. 2340 هنا لما انا بدات اتشغل وبقت اهتم اقلب الموضوع.
وبعد كده الموضوع قعد يقل شويه، وجيت في المرحله دي قررت ان انا خلاص كان بيجي لي لسه بعض الاوردرز وما عرفتش اكمل، ورحت جاي موقف خلاص عملت بوز للجيجز كلها. طبعا موضوع فايفر دوت ممكن يبقى عامل لك رهاب في الاول، بس صدقوني الموضوع سهل جدا. اهم حاجه تبقى حاططها في دماغك وانت داخل ان الفريلانس عموما ما بيجيش بسهوله. هو فعلا الاي اي عليه طلب جامد جدا الفتره اللي فاتت، عشان كده ممكن يجي لك عليه اول شغلانه او اول طلبيه ليك اسرع من بقيه المجالات المختلفه التانية. بس برضو ما تحطش في دماغك ان انت بتعمل اكونت والناس كلها العملاء كلهم بيجروا عليك، لان في اوريدي عشرات الالاف من الاكونتات التانية شغاله. لازم تحاول تتميز، حاول تبقى اونست، الكلام اللي انت تقوله كله يبقى صح، ما تكتبش في حاجه، وخليك صبور وتابع الجيج بتاعتك بشكل يومي، شوف ايه التحسن فيها. شوف مثلا لو غيرت التايتل، غيرت كلمه هنا، المشاهدات هتزيد، الامبريشنز هتزيد ولا لا، بتظهر الناس اكتر ولا لا. لو غيرت مثلا الصوره بتاعت الجيج، هل الكليك ريت بتزيد ولا لا. والموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وان شاء الله في اقل وقت هيجي لك اول شغلانه ليك. وبس كده.